بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وجد درس إن شاء الله ويس 44 من دروس شرح الموطأ. في هذا الدرس نشرح باب القراءة في الصبح تفصيل. فالظل يتمشي تنسم الظل سوين تفقد ديال القرآن طهور العصر المغرب العشاء الفجر الظل ينتفغض مي دغر سورة الفاتحة أي نتفغض غريثيت ثقين سنيت ميثورا لا أنكشم ديال التفاصيل أكون يدسم كثير أسميد نشرح الحديث 168 169 170 171 172 نهضرت شوية ذا شو دي قارن في صلى الله عليه وسلم ذي الظلة. طبعا الصلوات الجهرية ذي نزران سلانا خطر طهور العصر وزرا شو دي غرا مي سوى ما سديني الصحابة ما إلا ذي الصبح أكد المغرب العشاء سلان ثورا يمكن نزول أكد الشيخ نزرا شو دي غرا أكا ذي الوقت ننادي يوم بوال كون نسم كثير أن دايس طول النبي عليه الصلاة والسلام أن دايتسيلي في تلمست ويستطول على تلمست أن دا يعني تزلا قصير يعني صور قصيرة ويستطول على يستوزيل بارك الله فيك يستوزيل إلا وان دا يطول في القراءة إلا وان دا تلمست إلا وان دا يستوزيل خفيف يطول ذي سناث الصبح كالطهور ذي شو الطهور أقل من الصبح ذي الطهور ذي الصبح يطول ثلاث تسلم الأحاديث مما شو أخذ من الصحابة يطول طاس ذي الطهور يطول ذي شو أقل من الصبح العصر أكذ المغرب يستوزيل والمغرب يستوزيل أكثر ماذا العشاء تلمست يتسود مثلا سورة الحجرات يتسود سورة التكوير يتسود سورة عبسة وطبعا فين يمكن يغرورنا في كذا قد جا غزيفيت في كذا ني يقلن وزيليت ذي الزمان اللي صلى الله عليه وسلم ثورة لو كانت انت تغرض ثورة حتى نفهم صافي الصبح الظهر طويل ولكن الظهر أقل العصر أكد المغرب يسيوزيل قصيرة خفيفة ولكن العشاء تسلمست ثقين زرات ثورة أنشم ذي التفاصيل باب القراءة في الصبح. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق بكر الصديق الخليفة الأول صلى الصبح يزول فضيلة الصباح إماما طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوفاة أنوي ذي الخليفة أبو بكر الصديق يزول ذي المسجد النبوي فضيلة الصباح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. كوراج يغرد سورة البقرة. سورة البقرة هي أطول سورة كي غزيفن دي الصورتين أشحال آية في 9 سوا 286 آية أطول سورة في القرآن. الله يبارك نكون ذي التراويح ذي انتظران وتكفى الشيخ القيونية 3 أيام باش تيكفو الشيخ يرنا ذي صلاة التراويح وذي التراويح عموما نهجا يمنغ من ناحية السيكولوجية كوتي بسيكولوجيك نزرا باللي رمضان دكاس نوزام ذكير أنزل صافي التراويح
غزيفيت أكني وتقرر ما ذكيوث ركعة غير 6 ركعات في 3 أيام. بوبكر الصديق دي صلاة الصبح صافي يطول، ولكن صبرت مليح خاطر من بعد نخدم الميزان، نخدم الميزان. ولكن ذا يقدر، لذلك الموطأ الإمام مالك دار ربي فلاس يقذش في السنة، يجمع التركة للنبي صلى الله عليه وسلم، يجمع ماشي ذاين يسهل. حسب مثلا ثورة لانت لي مويان الانترنت وكذا كل شيء سهل وكذا حصر دي زمان ولاش ايون نديرو خصيا 400 كيلومتر باش ديوي والحديث ادعي ذا 400 كيلومتر من الناس الفلاني ثاني في المورث الفلاني الفلان تلقى ثاني يحفظ الحديث في النبي عليه الصلاه والسلام يروح على مدينه باش يديوي كي خدمن ائمه الحديث، مدينة الإمام مالك، مدينة الإمام البخاري، مدينة الإمام مسلم، مدينة الإمام أبو داود، الإمام النسائي، الإمام الحاكم صاحب المستدرك النيسابوري، والإمام ابن ماجه. أفلسني عفو ربي. بارك الله فيك. سؤال مهم. ذي الشتوى إيش شرقت فلسطين ذي الشتوى بارك الله فيك كاي بحال كون يحرز ربي ما شاء الله صافي في غادي نيغ هكا يلا هكا يلا وما يعنيش كاع الصحابه نغبو بكر صديق دائما تيدي قرا لا ترسيكي لا قاس نفهمه فيك ولادي خدم من الصحابه خدم من فيك هذاكي لماذا باش النيفو يطلع باش نظن باللي ممكن الانسان مي قاد يصبر يصبر لا أمصر الطراويح نكون شحال نزال غورنا 8 ركعات لأنه قاعد يتظلم 10 لأنه قاعد يتظلم 20 لأنه قاعد يتظلم أكثر 34 كلها جائزة فقط نكون جرى العرف نزال 8 عادي ماذا نكون يجارنا كل يوم وحدس يلها مرات هذه السالي النيفو مرات هكا خاطر ديال القرآن تبعوني مليح لا ننسى الآيات تديني يوث الآية ناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته هاكي نيفو علي مليح من بعد تسد تقول نزمير راك غاس تزمرض ذي سمانة تيضا دي صوب النيفو أبري ربي غادي في الآية النظام اتقوا الله ما استطعتم صافي شغل لا دو نيفو يون نيفو عليه مليح يون نيفو le minimum, le service minimum وقي مطلوب منا هكا إذن نتأرجح بين مستويين الأعلى والأدنى وهذا الذي يتفق مع طبيعة البشر بنادم كي كتوخدم نكوني ثورة ذي رمضان ثورة كاين ونسعر القوانين رمضان ذي رمضان سبحان الله ايوا ذا مضيم ذا مسافر يعيا الغاشي تشرك الجوامع تصلي ثلخ او تزيغ الغاشي لي ثوره انا سكرت نزلت خطي اين الله غالب لاتموسفير ملي كنا رمضان تتعاونا ثوره نتفكن نطفي لهم يزمر وخلاص لذلك حمل غادي نفكر مثال طوموبيل دكوفريد طوموبيل دكوفريد ما إلا شم لطورة الله برد يقرز سلحوا مليح 100 120 وكذا حسب في بلاكينه عصر الرادار مي إما تفضل لي دودان تفضل لي فيراج تفضل لي كود تفضل تساود صلحوا صلابي تسمي جامي ما ينفعش إلا قد صوب ولكن شويه الفايده طوموبيل حبيساره طوموبيل حبيساره صلحوا ما ثولي تنقص ما تقرر تصلحوا مي من نكون ولا قرا نحبس تاكيف غادي نغير المساج تاع ولا قرا يوم دينا في كل ديال الله اباري هذه الصوت فكرتني عندنا يون في دين العبره وكي منهج نبوي يتظل 140 ركعه ناقص بزاف قدر تعيوض قدر ديال سواسه تعيوض النافله ذكر 4 سوايع قبل الفجر بزاف خاطي
إما لا تتفض شهرين سريت ماقي أد يسوس. لذلك ربي سبحانه في القرآن الكريم إن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ذي الآية نظن لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. يوث من أنت أحيانا يلهمي من إيمانك أتجرفض النيفوينك طلع سينض الساقي بإذن الله أذكر ساعة قبل الفجر أتخدمها القيام كوراج كان ربي مي ماشي دائما هكذا في غاديني الصحابة ذي ليكور ذي المدرسة ثورة ما نغراك وشو خدمان أسوالي ثورة تسلم الحديث أكيد ضرا صلى يعني أبو بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة يقص عن 286 آية في الركعتين كلتيهما. وبعدين فقيل له حين سلم اسمي دين السلام عليكم ذا شو سنة نوقذي لنا ازداثس كادت الشمس أن تطلع قريب دي الشرق يطيج غدي في الظليث فظلت الصبح لقد تنزل قبل دي الشرق يطيج قبل دي الشرق يطيج أليس كذلك؟ فيه تفصيل مهم ما يليون نوري الزولار الشفاع ذي الوثر إن يساث الوخر غد كرا قبل الفجر يكرد وذكر ذي الفجر أكن يقدن الشيخ المي قرب دي الشرق يطيج يكرد أمشي راه يزال يسعى الشفع سنة ركعات يسعى الوثر يثنى الركعة يسعى الفجر الرغبة سناث يسعى الصبح ذي الفريضة في قذايكم ماشي ذي الفرائض صافي 5 مزورة سناث الشفع يوث الوتر أو كذا سناث الفجر في قذاكي ماشي ذي الفريضة يسعى سناث الصبح ذا شاستنض شرعا الوقت مازال باش هاد الشرق يطيج ما يكفي 7 ركعات الظالي انت ياكل الشفع الوثر الفجر الصبح ثقي مسألة تقديرية مش الزرير سورتو ثورة ممكن زمان الساعة وكذا زار دي الشرق يطيج مثلا هادي الشرق يطيج في 7:30 الصباح شتكرت في 7:04 ثوغ اللوظو مازالك 10 دقائق الصنظيم عليك يمكن تزلط مثولا يكفيك 7 ركعات زاليت انت وميم طون فيغا ونسا دير ان ميساج خاطر يون في كوا ميكر داكينيك ثورة الفجر الوتر يفات وريفات الوتر أقل روحك شغل بير ما مازالك 4 ساعات دي شرقية يطيج الظال كلش خاطر لنا ذاك الخوا غادي يستقساين شي قارن كيني ما كيرغد مع الأذان الفجر شفع الوتر بقى على خير أي غير أشيني خاطر يوض الوقت لا ثورة ماغ الجامع ذينا في الشمط الجامع لا صلاة إلا القائمة في الشمط فضل الشيخ يخندق قامات الصلاة ودي قيم شفع على الوتر مش ماكل الشيخ ما إلا الكخاميش تسعيض الوسع الزار نغزر الكخاميش من بعد صدر الجامع ما تلحق الحكم ولا شداين هذا إما إلا الوقت يقول 5 ركعات إلا الصبح انتو جوالت سيلي صافي أدويض الوتر وحدس الوتر الشفع خاطئ اكس الشفع صافي لانت 5 اكس نثاقي ودي يقيمد الوتر يوث يقيمد الفجر الرغبة أكد الصبح إما إلا يقيمد قسنا 4 ركعات اكس الوثرني روح كان الفجر أكد الصبح إما إلا يقيمد قسن 3 ركعات كان روح ديتر الصبح الفريضة إلا قد تزلط قبل هذه الشرق يطيش ولكن إما في الشمضي تزليث الله أكبر زول الركعة الأولى مازال يشرق يطيج الركعة الثانية يشرق يطيج عادي يجوز لأنه يشرق يطيج يفكيد ذي الظليث يفكيد في الشمض الظليث أكايث مثلا ثورا نزر أمكيث يجاوب بكر الصديق ناس ذا شو سنة ناس كادت الشمس مازال الشريقة لا كادت يعني قريب هذا الشرق يطيج
ذا شو سنين أبو بكر الصديق إنايس لو طلعت ولا ما يشرق قد يطيج لم تجدنا غافلين. الله الله. ولا ما يشرق قد يطيج وغد يفارى غافلين يفارد دي الظليف. ذا شو يطول سورة البقرة ماشي شويات. ممكن كاين الإجابة الذكية ثقي بوسيد الإمام مالك سي ان ديتاي ذا مشطوح ولكن يسعى زاد القرآن إن كوني باش نفهم طاس تمثال سيسن ثقي النير يطفك ركعة مزواروث قبل هادي شرق يطيج عادي تشمد ثايط وفكيدي شرق دي يطيج شرق دي يطيج وفكيدي الزرد عادي. أمين ريزالن العصر ساعة 4 ركعات يوم دينا غادي يسرو طار قبل المغرب يزول ركعة مزواروث قبل هذه يدن الشيخ تبعني مليح يكرر في السناث الشيخ يدن المغرب. هل أدرك الصلاة في وقتها؟ نعم أدرك الصلاة. إي بورتون 3 ركعات يزول ثنت الشيخ يتدن المغرب يشمد يفاتد المغرب ولكن ليسونسيال يبرونشي في العصر سمحتي في مسينا كي كوال يبرونشي يشم ديال الزليت من بعد قبل هذه غلي يطيج قبل المغرب ولا ما يدن الشيخ المغرب 3 ني عادي مقبول أدريني صلى الصلاة في وقتها وثقي من رحمة الله خاطر ربي سبحانه وتعالى كان غير حاسب ولكن من رحمة الله إنك مادام ثوفا كيد شمض الظليث يا الله أمنستي يا الله فهمتوني يا جماعة الخير. ولكن أرجو وإلا قال بنادم يؤخر الصلاة من وقتها الاختياري إلى وقتها الضروري إلا لمسوغ شرعي أولا قيس وزاليس المعنيس الوقت نظليث ذي الوقت صار ربي ديال القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كل ظليث ساعة الوقتيس العصر ساعة الوقتيس التزابط ديال الوقتيس غاس ماشي ديال نص ساعة مزورت معليش دي ساعة ونص عادي وين كيسميس وقت اختياري أم طهور ما يدن الشيخ في الوحدة غير 5 الظل في الوحدة أفضل الأوقات وقال وقت فضيلة هو أول الوقت وقت فضيلة أكيسميس ذي الوقت يفضلنا كيف الوياض أول الوقت يعني ما يدن كان كني الظل إما إلا مشغول أقلك ذي الإدارة أقلك ذي الغاشي أقلك ذي مسافر أقلك كنت الليض عادي ساعد نفقاو نحرصنك قريب هاد روحا قادر رجو اثنين سكرنا موتور شيني زعما سندرجو كنظل طهور شنو الشرع غير تربي في الحذاقة ستاويل غادي يصور كي نفقا سندرجو أقليها بذيغ القرآن رجي ساعة ونص كينا مرحبا اجل القرآن روح الورث كمل كان الآية نذايا خاطر الواجب قال قد خضمض قرنس واجب الوقت ذي نفقي ناس الله سلامة مرحبا وسقدر أي نفقي أرجو ذفير ثبورث نغش مدساسا نقيم ذينا في كتاس الكازوز إن كيني لما كمل سورة البقرة لا حذيري الثالث محقرة سيسم القرآن سيسم من الدين خاطئ درسني عدان الشفام وقاذني قال القرآن الصوت داخل الجامع إنهاثا في صلى الله عليه وسلم إنهاثا نعرف ذاك الصوت غنمشي كني خاطئ ولما الصوت الجهرية اجهر بما تسمع به نفسك ثم كدسنا 10 زالن داقي دسنا داقي زالن الصوت عليه هذا خير إن شاء الله كاين ما صيتش المغرب نرفع صوتي خويا فازول حصل ديهين يرنا الزال التاويل لا المؤمنين لا الدرس لا دوكي الشرح نمسح صافي ثورة أدو غلق
في كذا تفاصيل فتح الأقواس لأهميتها. ثورة مقل كان الإمام الزرقاني صاحب الكتاب، وجي كتاب شرح يدي شرح الإمام يعني الموطأ الإمام مالك. أشو دينا؟ وإنما طول أي غير يستغزف يغرى سورة البقرة لعلمه برضا من خلفه. أنا عمي معناتها أبو بكر الصديق غير يستغزف يزراوي قاذي لان ذفيرس الرضان. نعم فكذا نظر ورس صافي يرضى يزرى باللي رضان. إلا وانت خدم التهجد في رمضان تخدم التهجد، التهجد خدم قبل الفجر يا اخي ماذا تخدم بعض المساجد نغدق خامن سي زابد التراويح من بعد اذ يروح سخان مي ديك الوقت السحور الساعه قبل الفجر نغ ساعتين اذ يزال صلاه التهجد سقارا ثنا القراءه غزفت، الركوع غزف، السجود غزف. ما إلا الشيخ يناود نزال وقاد يوسن ترضى ما جماعة الخير بس هذا الحق سيدي الشيخ أبدا تضمير في الناس لو كان الفريضة خطي فهذا غالب بعد يعني نخدم الميزان. أبو بكر الصديق يخدم الشياقي يغير سورة البقرة دي صلاة الصبح لعلمه برضا من خلفه. نكمل ذا شو إلا وإنما وأدخل مالك الإمام مالك هذا يعني الحديث قال في ديبوي هنا قم كاناكي للدلالة على أن قراءة الصبح طويلة باش غادي في رسالة باللي قراءة الصبح غزيفت. المثورة أنصرف نروح الحديث ابن غرثورة رقم 179 في الحديث رقم 180. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنه إلى آخره يقول صلينا وراء عمر ثورة حكون تفاصيل أمشي الظل ذفير أبو بكر الصديق ذفير عمر ذفير عثمان ذفير علي ذفير أكون صحابة إنك نزول ذفير عمر بن الخطاب أيضا الصبح أخطر فينا هذا في الصبح ونمسفهم اللي تزارت الصبح غزيفت فقرأ أشو دي غير سيدنا عمر فيها بصورة يوسف وصورة الحج يسدوك الصور صورة يوسف أكل صورة الحج. وسبحان الله الآيتين قاروث ذي الآية 78 ربي ناد وما جعل عليكم في الدين من حرج. الله ربي غادي قار وكنت تفكي غير الدين باش نكون عاد تفغ ولاش الحرج تفغ لي نيفو طلع لي نيفو نورمال خاطر داخل الاسلام يبغى العزائم مفهوم باش يبدا كان دائما النيفو اللي كان مشطوط إلها اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله حق تقاته دو نيفو معليش ولكن اجتهد مشي في كل جربي مانيك إن السيغ بالك هذا هو وتساقيف غنغد فكن الرسالة الصحابة رضي الله عنهم. ذلك ربي سبحانه وتعالى الآية 78 من سورة الحج إن وما جعل عليكم في الدين من حرج. صافي ما نجمع سورة شو يقدم عمر بن الخطاب سورة يوسف 111 الرنوياس 78 صافي شحال عدد الآيات 189 بارك الله فيك 10 على 10 صافي ثورة بوبكر الصديق 286 بوبكر عمر بن الخطاب 189. إذن
غنروح الحديث رقم 181. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد إلى آخره عن القاسم المدينة ما أخذت صورة يوسف. يقول هذا صحفي يقرأ أنبا يحفظ صورة يوسف، على بالكم يمغار نغزيك يمغار نغزيك هاد اللغة للما ولي مقارن الحزب الراتب. سمحتي كذا في الله إذا عنيتي وسمحتي والزمير غير دي برونشيط سيد جديد ما نقدرش حزب الراتب قرن القرآن لأن غايشوا لك شي منار لا كول حفظ القرآن ديما سواء السماع بارك الله فيك السمع ما تصل دايما ميدوس تصل القرآن سيو باس هاتشي الصنف ما تحفظ ذي الحزب سين 3 4 5 سوا حزب الراتب. الشيخ الشعراوي فلس يعفو ربي مفسر القرآن ذي زمان قلنا سميت الشيخ محمد متولي الشعراوي بعد الاستقلال يسد الجزائر بعثة أزهرية باش نديرو العلماء سي الأزهر الشريف باغي يعاوننا نكون فقد سي الاستدمار الفرنسي نسى شو يتراجعوا باللي نكوني جزائريين ما بقى والو ولا شو يحفظ القرآن. مي الحمد لله يا ربي نسعى في معمرين باش نتسوير الخير نسن في معمرين صغارين القرآن الكريم ستلوحث المحنة وذا الزران زيد في السنة الحزب الراتباقي وين يحفظ القرآن لا ريفيزيون المراجعة وين الحفيظ يحفظ صافي الفايدة الخير ربح إن كان ردني غاكا باش يكون ديني غير المزيان حذرف أتحارم غا الفتوى لا يجوز لا تحرر إلى نيتك وتحرر روح استوي متو الشيخ متولي شعراوي اسمي روح الجوامع يوفى الشيخ النغي حفظا الظلم تراويح بلا المصحف وقاعد يكون دين غيوم بوال وقاعد يحفظ دين الجزائر تربو قاعد يحفظ دين مصر الزايوه ولا كي مثل دينير وقاعد يحفظ القرآن غورنا اسمع عمرين اكثر ربو قاعد يحفظ القرآن دي مصر هذا مصري يخدم كومباريزون اشو ديالنا إليك تراجعوا غدا في جزائريين فغد 132 سنة الاستعمار ماشي شويط أثني دافع ما حفظ الحمدود القلهو ديجا الله يبارك تشوف أخي القرآن إني كاسمي حضرغ الحزب الراتب يحضر مش قارني مغارني مش قارن الشيخ إني يستورا فهما أي غير القرآن مازالت بخير في ثموث الجزائر بغا كنا الرسالة مثلا يلا ذا شو ذا الحديث رقم 181 ذا شو الناس ما أخذته ما راكش نستقبيت رفضة فصورتيهن في الفلاني رفضة تحفظت في الناس ما أخذت صورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان زي ولد عثمان يقارت بزاف في الصبح أم عمر بن الخطاب يقارت بزاف إند من كثرة ما كان يرددها لنا يعني يتعاود سداطاس المتسرف ذغ فلاس صورة يوسف غزفت ثورة أد نخدم شوية النظام الميزان النظام ذا شوث معليش هذا هو الحديث لكن بعد نغير الميزان وحدثني عن مالك أن عبد الله بن عمر مديني عبد الله بن عمر ذميس عمر بن الخطاب من ند عبد الله بن عمرو سلواو ذميس عمرو بن العاص هكا صافي ذاكي عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين
إذ وين اتبع بزاف النبي صلى الله عليه وسلم تتبع بالأثر اللي غندير نواس لو كان هذه عدي كوفريد أديف التجرة الزيت نسمر مثلا يثلمس بوفريد نقرب سافريد أسنين الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام اسمي دي عدا ذاكين سي عدا أقوش نا أدروات نا أقوش سيتان ديتاي مشطوح باش كان ننظر كيف كان يعني يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ذا شو قار في كذا اشو سنت العشر الصور المفصل الشرحي سيد سكوسي عدان مثل سورة الحجرات، مثل سورة التكوير، مثل سورة عبس وتولى أن جاء. معناه في كذا لماذا سميت بالمفصل؟ أدعو ذا السؤال. يلا الشرحي سيد سكوسي عدان لماذا سميت بالمفصل؟ ودي مثال لكثرة فواصلها بالبسملة بين سورة وأخرى. زرت كان دي التراويح والسني مزورة باش تصل الشيخ بسم الله الرحيم خاطر غزيفيت سورة البقرة غزيفت أبري سورة العمران غزيفت، وإن كان كيف المالكي ما يقولوش مباشرة، ولكن مي الصور اللي تنقولها تكفى هكا سميت بالمفصل لأنها هي ليست بالطويلة ماشي تسمى قرآن توصفاني ماشي تسمى مشطاح غادي نقول الله أحد قل أعوذ برب الناس ماشي تسلماسين زعما ديال تسلماسين، وسميت بالمفصل لكثرة فواصلها بالبسملة يعني بين صورة وأخرى بسم هذه صافي. هكذا يفعل ابن عمر يعني عبد الله بن عمر. ثورة أدنغال غلا سانتيز الخلاصة مهمة ذا شوت ما يونز الوحدس الظالكن تبغيض واحد كي ثلاث ما تزلظ سيمذانا لا خفف تجد القاعدة ميلا أحيانا تظلم ذي 4 ذي 5 ذي 10 بالك سيني الشيخ نايزان سين زر الشيخ يلا طلع نذما نعول هادي يلها مرة نعيشك القرآن أطاس ذي الظليث والسثرة مرني لي ذي الظليث أقدر غير فاسنا ربي إيماجينس طولض أكذا ربي سبحانه ذي الظليث ذا وليسي تسمسلايض ولا شوال وايضة خطر أولا تسمسلايا كوال مي ذي الظليث ذا القرآن فقط أضغط ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب روح حتى تعدى نص ساعة تعدى 40 دقيقة تعدى شقلك أكذا ربي سبحانه ذي الظليث راك بين يدي الله عز وجل تقرأ كلامه تقرأ وحيه. مليح الإنسان مرات يطلع بالعزيمة يجي وما يخدمك يسعى لي ريفيرونس ثورة كتبدا لي ريفيرونس من الساعة بكر الصديق عمر بن الخطاب. بكر الصديق كان يقرأ سورة البقرة في الصبح لكن ليس دائما، وسورة البقرة عندها 286 آية، وعمر بن الخطاب كان يقرأ بسورة يوسف وسورة الحج 111 آية و178 آية 189 آية، يعني الله يبارك. ولكن مرة الزلص الغاشي لا خفف. لنادى النبي صلى الله عليه وسلم من أما الناس أي صلى بهم إماما إذن سيخدم الإمام فليخفف هذه السيخفف يعني ويستطول هذه الظليث. بعد يفكى غد أيغر تبرير يناد بيان فإن فيهم وقد ظلم فيره الضعيف لأنه قد ضعفا والسقيم أموضين قرار صحن ياكو
ماشي من نيفوني في نظرك اللي وليت مسفهمم. يلا دي 10 يدوان مسفهمم. الشيخ روح صلي بهم بسورة البقرة. تفهمتوا؟ الله يعينكم. مي دروك الشيخ كيصلي بينا ما يصليش بسورة البقرة. هكذا شيخ. خاطر إذا كنت فهمتوا انتم وحدكم الله يعينكم. طلعوني وقال لي الشيخ يلا راهم كاع الله يبارك الشباب وعندكم الصحة الله يزيدكم. ولكن إذا صلى إمام لا. هو الحديث قال لك فإن فيهم الضعيف والسقيم. السقيم ذا مضين ودينا لا شو طار السقم يون عارو ريس يون تيشرا ريس يون والسقيم يكمل والكبير يعني وين مقارن ديال العمر لا يحتمل الزمان يسيبورتي من مزيان. من بعد دير حاجه نظن وذا الحاجه ذا الحاجه ماشي كان موضين ذا مقارن هذه اللي ودي مزيان الزمان هذه قيمه ساعتين مي ساعه شغال ساعه شغال نغالا جماعه الخير يسعى شغل خاطر شرعنا غادي قار جلستي منوان في غير القيام قيمه في الليل مولا الصلوات نظن نصلي خدم الميزان ماشي دغا بنادم غادي يخدم سيرفيس رابيد لا تظليف سيف كل الحقيس الى اخره ذي اللي مديني عليه الصلاه والسلام وذا الحاجه خاطر ذا الحاجه ما يطول الشيخ غادي يخشع اثا ديون يروح هذه الزال نسى يسعى لي رونديفو يسعى لي شغال يسعى بالك تفت ماشي تبان زرا شويه الشهر وميم طو يتزلى ما يخشاش المخيصه تندي برا يتراجو كان من ماري يسلم الشيخ باش غادي يروح. لذلك يا اخي نديروا الوسائل مثلا باللي الكتاب الموطأ الامام مالك هو كتاب فقه وحديث وادب. الكتاب للفقه نتعلم الفقه. الكتاب الحديث ثند السنن في عليه الصلاه والسلام غادي يساك يقدر ندير الموطأ. وذا كتاب ادب الحذاقه ترفقه الى اخره. يونس معاذ بن جبل ومعاذ بن جبل ماشي عاديه من الصحابه الكبار. مدين في عليه الصلاه والسلام إند أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. سعنوك الصحابة الرحمة ولكن أبو بكر الصديق ثفرارد الصفة ذيكس وأشدهم في أمر الله أنواع عمر معروف عمر بن الخطاب بشدته وحزمه وعدله عادل. وقال كان النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله شوف النبي الرسول المربي نسيتني ربان ودينا راه سيدي فوتوكوبي الصحابه لا كل يوم يسعى شو ديفرنت ميم كل ثوريات مثلا ونسار الحقني ديال لي فوتوكوبي لا كل يوم عندها توفق ربي كل يوم عندها ثيولها ربي كيف مثلا لانه قاعد يولها ربي حملنا في معمرين الجوامع قد شن ويضوي ولهيت ويضوي ربي موطاني مغفان كل يوم ندير مي ليسونسيال في الصلاح ربي مدينا هذه سوره الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا اسكو ربي يناد خدم كذا كذا انك عمل صالح عملا صالحا كمل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لذلك يكمل الحديث يناد وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان أم بعد وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وقف هذا المسليثورة أم بعد يونواس يعني ثلاثة مشاوي اسمه قرثة إلا عمر بن الخطاب نسيت الخليفة يروح هذا يحكم يتمثلتني يحكم وظيف ماشي يضحكوا ثورة انتقد معاذ يفكاسي والجواب يا عمر بن الخطاب الناس يا أمير المؤمنين إن جعل الله لك على ظهرها سبيلا فما جعل لك على ما في بطنها سبيلا ثم يغضى الحق عمر بن الخطاب
يسدقسيثيد يسمكتاثيد يفاق باللي ماشي تساقي قادر تطبق لا تطبق ثاقي خاطر من القران تورا سمحتي هتسيلي اون افير الشيء اللي يستوي لك القران ياك ذا شو الايه طبقت ذا قد فان القوينك الشطارينك والعدلينك بالك الاياكي بالك الاياكي بالك الحديثاكي بالك الحديثاكي اي الحوايج تي غيمي ثاقي الله يبارك ما شاء الله المشايخ الاخوه وكذا مجالس العلم انا ذبعي مزوره النغا ونخدم على حاجه زياده من الشيخ نزيه كي صغارين ماشي درس الجمعه او درس الجمعه يلهام مثل الوعظ وينا دروس العلم قد تقيماض تقرا حتى يشراريك تسجد شويه شغليك تصفد الشطاح باش اتسوى تا مسلم مولاش خاطي والزميرات ديالنا بغا تا مسلم المحال نغا ما كثير لي جون نغ لي سوليسيون فاسيل حاجه اللي ما يستاهلش كاين حوايج ولو ساير الانترنت اين بغيتي يديفك يكون يدفك هذاك ثورة 1000 سؤال ديني غلط ودبي ضر ثموسني ماشي ديال الانترنت الا وانت تفضيل الهام سيدت والنكراره ملي الامور يخمقن يعمقن لا خاطر في الانترنت رمي ورمي وقال يسنى تكنولوجي ارمي اما كتذكرني فوطو ذكر كان هذه المعلومات كني ورا عدان ترى ذك غربال الا قد عديت ذك غربال ما تسميتي هكا خاصه الشباب تسميتي ربي وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين لذلك معاذ بن جبل مي سينا عمر بن الخطاب ولاقي وسينا راك شيني ذا صاحبي كاين الخليفه خاطي إناس لولا معاذ لهلك عمر يفتكي ضربي ماشي سقاس قبيلي السلك ضي ذا شفيع لولا معاذ لهلك عمر يستروي في الليل يولهي ثاني يسمى شي اللي وقع طبق واقي معاذ بن جبل ولا من المقام يسعلاي رضي الله عنهم اجمعين ذاكي يزول سلغاشي طول السميث بض لافير يبض الخضار النبي عليه الصلاه والسلام اشو سينا الناس افتان انت يا معاذ امشي كتزرز طول سلغاشي ذي الفتنه ما طويل يعني نهضرت في الحديث تخفيف ونهضرت طبعا في الاحاديث وياه الناس اقرا باسم ربك في الايه صورت نغوى الشمس وضحاها المعنى يستخفف في الغشي وربنا ذي القرآن في سورة النساء الآية 28 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ربي ضغى يستخفف اللون وبنادم يخلق ربي ضعيف جاوب ثلويث أرثي من الليث والسلام عليكم ورحمة الله